عاوزه اقولك انك مش هتلاقي اسرع من دي اكله بجد ممكن تجهزيها لو انت مستعجله ونفسك تطبخي اكله من غير لا بصل ولا توم ولا اي حاجه خالص. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه هعملها هجيب الصدور المخليه اللي هي بنستخدمها في البانيه، تمام كده. اللي هي المتقطعه شرايح رفيعه، بحضر لها محلول النقع وهو عباره عن ميه وملح وسكر وليمون وورق لورا. بنقعهم فيها حركة 10 دقايق كده لحد ما بحضر التتبيلة بتاعتنا. تعالوا بقى شوفوا هعمل التتبيلة ازاي. التتبيلة بتاعتنا عبارة عن دبس رمان، بحط عليه بقى ايه البهارات بتاعتنا، عبارة عن ملح وفلفل اسود، بهارات فراخ، بودرة توم، بودرة بصل، شوية قرفة، شوية سماق، وشوية بابريكا حمراء. بعد كده هحط لها شوية من الزيت، وبعد كده بقى هحط لها ليمونتين كبار، تمام كده. هنمكس بقى البهارات دي كده مع بعض وشموا ريحتها تحفه جدا. بعد كده هنبدا اللي انا اتبل بيها الفراخ. بعد كده هسيبها في التتبيله شويه لحد ما نجهز الرز بتاعنا. يعني بتقعد 10 دقايق، ربع ساعه كده، وبجد بتبقى تحفه جدا. تعالوا بقى اما نجهز الرز. مش بقول لكم اكله سريعه، اسرع رز ممكن تعملوه. حطيت زيت على زبده ونزلت عليهم بالبهارات دي تتشوح، عباره عن حبهان، ورق لورا، فصين من القرنفل، وعود من القرفه. والبهارات عباره عن ملح وبودره زعفران، بهارات فراخ، وبهارات كبسه من عند العطار، وبس كده. هي دي توابل الرز معايا، وبجد بيستوي بسرعه بقى. يعني ده رز مصري كمان مش رز بسمتيو. عبال بقى ما الرز القمر بتاعنا ده يستوي هنسوي الفراخ على الجريل. لو ما عندكيش جريل هاتي طاسه عاديه وحطي فيها نقطه من الزيت وابداي شوحي فيها الفراخ بالطريقه دي. اول ما تاخد لون على الجنبين كده نحط عليها بقيه التتبيله اللي احنا عملناها. هنسيبها، هنهدي عليها النار ونسيبها تستوي شويه. وبجد اسرع اكله ممكن تعمليها، تحفه جدا وسهله، ما اخدتش لا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. وغير بقى الطعم جامد جموده. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا حميته سلاي.